يلا بينا نعمل مع بعض صينية الحبايب اللي بتتعمل للناس الغالية اللي كانت عندنا فيها خالتي ام مودي ورفان. قبل ما نبدا تنسوش تعملوا لايك واعملوا كومنتات، صلوا فيها على النبي. الرز بالبسمتي بالكفتة اللي بصوا اكلة يعني ما تتقاومش ابدا. جبنا بقى، نبدا الاول نعمل الكفتة. جبنا بصلتين مع قرنين فلفل وضربناهم في الكبة. احنا الكفتة عملناها معاكم كتير قبل كده، بس المرة دي بقى حطينا فيها مكون جديد خلاها بصوا تحفة كده قمر. الاول بعد ما ضربنا الفلفل بالبصل جبنا حته دهن وضربناه في الكبه. عندك ليا برضو حطيها، لان الكفته لحمه الكفته لازم يبقى فيها نسبه دهون. ده بقى المكون الجديد بتاعنا. حطينا عيش بجد ودتها في حته تانية. جبنا رغيف عيش ونقعناه في شويه ميه شويه لحد ما طري كده معانا. خلاها طريه وجوسي كده. خلى الكفته بصراحه تحفه خرافه. ده بقى البصل، وجبنا العيش زي ما قلت لكم حطيناه على اللحمه. ده بقى البصل اللي احنا ضربناه في الكبه وصفيناه من ميته وبدانا برضو نحطه على اللحمه. والعيش زي ما قلت لكم هنقوم في ميه تغلي معانا، بعدين بقى نعصره من الميه ونحطه او كده في بعضه كله. هنحط بقى التوابل، ملح وفلفل اسود وبهارات وبهارات كفته. وبهارات كفته. ادي الفلفل الاسود ودي البهارات والبهارات الكفته. وحطينا شويه بيكنج باودر، ده برضو بيفرق قوي في نص معلقه الكفته. صغيره. مسافه نص معلقه صغيره. والملح هنحطه قدام هنشوف. بايديك الحلوه دي بقى كده اقعدي يعني ادمجي كل المكونات دي كلها في بعض. اهي كده اهو. حطيت شويه الملح اهي. تقلبي بقى كله في بعضه كده كده. هتاخد لفه في الكبه برضو. بعد ما قلبتهم كلهم في بعض اهي بقى بتحطها في الكبه تديها لفه. بصوا لما اتضربت في الكبه بقت كفته معانا. بقت لا. بدات بقى كده تمسكها يعني بتوريها لكم. هنبدأ بقى نصبعها مع بعض. بس هنعمل فيها خلطة، يعني هنحط تحت الكفتة خلطة تحفة بجد، حاجة خرافة. جبنا بصلاية قطعناها جوليان زي ما انتم شايفين كده. وهنجيب كمان طماطمايه وقرن فلفل وهنقطعها بالشكل ده. وهنحطها في الصينية من تحت يعني تحت الكفتة كده اهي. بتقطع الفلفل بالشكل ده كده اهو. كده اهوت. وهترش شوية ملح وشوية فلفل اسود اهي كده رشطهم. وهتفردهم بقى كده في الصينيه تبقوا مفروزين يعني عشان هنرص عليهم الكفته من فوق. ادي الملح اهي انتوا بترش. بقيتوا تتخانقوا على الحاجات دي. اه بصراحه طعمها حلو قوي. وكمان مع الرز البسمتي، يعني على الرز البسمتي كده تحفه، ولو بالعيش بتبقى حلوه برضو. هنا بقى تبدا بقى تصبع الكفته. وزي ما احنا متعودين بنجيب يعني الحاجه اللي احنا نصبع عليها ايا كانت، واللي هي الميه بتاعت البصل بنبدا بقى نصبع بيها اهي كده. ميه البصل حطي عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود ومعلقه صلصه. بالظبط كده. ملح البصل احنا عصرنا طلعناه من البصل بالفلفل، حطينا عليها شويه ملح شويه فلفل اسود ومعلقه صلصه. وقلبيهم في بعض وابدأي صبعي بيها بقى كده. صبعي الكفته بقى بالشكل. هو ما شاء الله بتعمل صباع الكفته نص كيلو لوحده. هنبيعه. قعدنا بقى وهي بتعمل كده، قعدنا نقول لها انت لو فتحتي بقى محل كفته وحاجات هنخسر. لو فتحنا هنخسر. تبدأ بقى تصبعها كلها. هنا بقى بعد ما صبعتها كلها وبدأت تجيب باقي مية البصل بالفلفل وتدهن بيها الكفتة من فوق بالشكل ده كده اهو. والباقي بقى هتحط يعني عليه كده، انتوا هتشوفوا دلوقتي. الخلطة اللي من تحت دي تحفة جدا. بتخلي الكفتة يعني بتدي طعم للكفتة وكده. والعيش اللي احنا حطيناه في الكفتة برضو بيوديها في حتة تانية كمان. يعني جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي. نيجي بقى للرز البسمتي اللي انا كنت طالباه من ست الكل وعملته لي يا جماعه. جبنا شويه زيت على النار وهنحط عليها بصلايه، يعني نقطع بصلايه بالحجم الصغير ده كده. وممكن تعمليها بسمنه برضو، بس بالزيت هيبقى الرز مفلفل اكتر يعني بيبقى حلو. وهنجيب على البصلايه حبه حبهان وورق رولي، واللي هو العود القرفه الخشب دي، والثوم ايه، والليمون اللي هو بتاع الكبسه.
وهنحط الليمون بقى الأسود. الليمون الاسود، وهنحط بقى عليها بهارات كبسة وكركم وكاري. هنقعد بقى نقلبها كده على النار مع بعض، يعني كتشويحة كده، نكون يعني على بال ما نغسل الرز مثلا يطلع ريحته. يطلع ريحتهم كده. بعدين هنبدأ ننزل بالرز. انا الرز البسمتي ده بعشقه، بحبه قوي. تقعد بقى تقلب كده، وبعدين بقى تنزل بالمية ونتابع السوا بقى بتاعه. المية تكون مغلية. المية تكون مغلية جنبه، هننزل بيها كده. وتابعوا بقى سوا الرز الطبيعي يتوضى عليه وكده. كده احنا خلصنا من الرز بقى خلاص. كده هنسيبه بقى على النار، ونحط الملح طبعا التوابل. هنا بقى بعد ما استوى والاكل خلاص كله استوى اصلا، وعملنا جنبه كمان جلاش وسلطه، بس انا ما اعرفش ما صورتش السلطه ليه يعني، بس مش مشكله. كده طبعا الثوم الليمون والحاجات دي هتتشال يعني، احنا اصلا هي بتشيلها. تبدا بقى ترص عليها الكفته. العشق بتاعي ده والله. الخلطه بقى اللي هي كانت تحت الكفته دي بقينا بنحطها على الرز وبناكلها. اهي الكفته استوت برضو. تبدا بقى ترصها على الرز. صينيه الحبايب دي يا جماعه. تبدا بقى ترصها بالشكل ده كده. وقمر قوي بجد، حلوه جدا. وهي كده كانت الصينيه بتاعتنا القمر خلصت، والجلاش كمان هتشوفوه دلوقتي. وما تنسوش تعملوا لايك واعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وروحوا تابعوني صفحتي على الفيسبوك.